انا مش عارفه اتعامل مع ابني المراهق خالص، اتغير وبقى بيزعق وطول الوقت قافل على نفسه الباب، كل ما حد يتكلم معاه كلمه بيعتبرها هجوم عليه. انا مش عارفه هو محتاج ايه واعمل ايه علشان ما اخسروش. الشكوى دي بتجيلي كتير جدا من اولياء الامور اللي بيبقى اولادهم يا اما داخلين على سن المراهقه يا اما هم فعلا في سن المراهقه. وخليني اقول لك ان سن المراهقه اصعب سن بيمر بيه الولد او البنت في الفتره دي. بصراحه ساعات كمان بيبقى صعب علينا احنا كاولياء امور، مش عارفين نعمل معاهم ايه. هو مش بيبعد، هو بس بيحاول يفهم نفسه، ولا هو عنيد، هو بس بيحاول ان يثبت نفسه ويثبت استقلاليته. التعامل مع المراهقين مش محتاج عصبيه واوامر ونواهي طول الوقت، هو محتاج مساحه، ثقه، امان، محتاج اني اسمعه. ولما يغلط كمان انا قابله غلطه دوت، وانه غلطه ده مش بيقلل حبي انا ليه، لكن هو محتاج بس حدود. واعمل ده ازاي؟ ممكن اسمعه جمل زي انا واثق فيك، واثق في اللي انت هتعمله، واديله المساحه لده. انا بحبك حتى وانت متلخبط وسامعك وهسمعك. الجمل دي بتبني جسر ما بيني وما بينه، جسر فيه قوة وفي ترابط وفي حب متبادل ما بيننا وما بين بعض، بيخلينا نقدر ان احنا نكون العلاقة دي ما نخسرهاش. كمان بيقدر ان هو يسمعني ويلجأ لي حتى لو ده مش باين دلوقتي، ده بيبان على المدى البعيد. لو انت كأب او ام حاولت كتير ولسه حاسس بالعجز، احنا في توبيا نقدر نساعدك، تقدر تتواصل وتبني علاقة جديدة مع ابنك فيها حب واحترام متبادل.